اولياء الامور دايما شايفين انت لازم تدخل كليه الطب، انت لازم تدخل كليه الصيدله، دي كليه القمه. الناس لسه مظبوط. عندها الثقافه دي او الاعتقادات دي. لكن في الحقيقه احنا بقى كشباب لا، احنا واعيين قوي بالترند، وكلنا، ويمكن كمان من برنامج حضرتك وبرامج تانية مختلفة ومتخصصة بتوعي دايما لفكرة ان التكنولوجيا هي المستقبل. مش لازم تدخل دايما كلية الطب عشان تبقى انت كده متفوق، بالعكس ده مهندس واحد ممكن يغير الدنيا، يغير البلد بجد. صح. لو انت عندك رؤية معينة وقدرت تحققها وتفيد بيها مجتمعك، لا ده انت تنقل مصر دي نقلة تانية. عشان كده سيادة الرئيس فعلا بيتكلم ده، يقول لك احنا عايزين مبرمجين ذو كفاءة، عايزين نواكب تكنولوجيا المستقبل. طول الوقت بيحث الناس ان احنا نتوجه للوظائف الخاصة بالمستقبل. صحيح. سواء تحليل البيانات او زي ما قلت لك كده مهندسين او رقميين عموما يعني. ايوه. فاحنا بقى كشباب لازم برضو لينا دور في والاعلام برضو مع اولياء الامور. فممكن لو احنا وعينا الاهالي نفسها باهميه الوظائف التكنولوجيه الموجوده، دي حاجه تبقى هايله جدا.